حاجة واحدة بس لو فهمتيها وابتديتي تطبقيها في حياتك كلها هتتغير، هترجعي طاقة الأنوثة عندك، هتفهمي ازاي في بنت حياتها سهلة وبسيطة وبتجذب كل اللي هي عايزاه في حياتها، وفي واحدة تانية حياتها متعثرة وحياتها صعبة. في الفيديو ده هعلمك ايه هي الحاجة اللي انت مفروض تبطلي تعمليها وتتخلصي منها علشان ترجعي تاني تكوني الست الأنثى اللي انت عايزة تكوني عليها. لو انت جديدة هنا، هاي، انا اسمي مريم، وفي القناة دي أنا هدفي إن أنا أوصل كل بنت وكل ست إن هي توصل لأحسن نسخة من نفسها وتعرف قوتها وتغير حياتها لو ده هو هدفها، وكمان إن هي تتواصل مع جسمها وعقلها وروحها علشان تقدر توصل لأحسن نسخة من نفسها. فلو دي حاجة تهمك أحب إن انتي تعملي سبسكرايب علشان تدعميني في القناة، وكمان علشان أفضل أعمل فيديوهات أكتر. خليكي موجودة معايا عشان أنا متأكدة إن انتي هتستفيدي أكتر من القناة دي. طيب، الست اللي هي متعثرة في حياتها، كل حاجة في حياتها صعبة، مش عارفة تلاقي شريك الحياة، مش عارفة تعمل فلوس، مش عارفة تتطور تنجح، تشوف ناس حواليها بتتطور وهي لسه في مكانها. هي الست دي وكل الستات اللي بيعانوا من نفس الحاجة في ما بينهم عامل واحد مشترك، والعامل الواحد ده هو ان هما بيحاولوا يتحكموا في كل حاجة في حياتهم. ودي حاجة بتضرب الأنوثة عندك، لأن الأنوثة هي طاقة استقبال، طاقة حطي ظهرك لورا واقعدي وارتاحي واستقبلي. فالست اللي بتحاول ان هي تتحكم في كل حاجة في حياتها من غير ما تحس، طاقتها بتتحول لطاقة ذكورة. أول لما هتبطلي تتحكمي في كل حاجة في حياتك، كل حاجة في حياتك literally هتتغير. طاقتك هتتغير، you're gonna be more magnetic، يعني كل حاجة هتجيلك في حياتك بكل سهولة. في الفيديو ده هشارك معاكم كمان قصتي أنا الشخصية لما كنت برا طاقة الأنوثة، ايه اللي كان بيحصل لي، وأول لما ابتديت ان انا اطبق ده على نفسي ايه اللي حصل لي. فخليكي معايا عشان هقولك قصتي أنا الشخصية علشان تتعلمي منها. التحكم دايما بيخلي الست في طاقة التشيسنج، الملاحقة، يعني اللي هي عمالة تجري ورا حاجة، بيضيع منها سلامها النفسي. ان انت تبقي عايزة تتحكمي في كل حاجة بيضيع منك الامان، بيضيع السلام، بيضيع كمان ان انت تلاقي شغفك. علشان كده نلاقي في ناس كتير وستات كتير قوي تقولك انا بعرف اعمل حاجات كتير بس انا مش عارفة الاقي ايه هو شغفي في الحياة. وده لان هي دايما عقلها مشغول بان هي تتحكم في كل حاجة حواليها علشان تحس بالامان. مفهوم التحكم في السبكونشس عندنا بيبقى تحكم بيساوي امان. لما انا هتحكم في كل حاجة هيبقى عندي امان، لما هتحكم في الشغل هيبقى عندي فلوس، هيبقى عندي امان، لما هتحكم في جوزي هيفضل موجود في حياتي فهيبقى عندي امان، لما هتحكم في ولادي هيبقى شكلهم حلو وهيتقال عليهم دول ناجحين فالناس تقول عليا انا ست وزوجة شاطرة فيجيلي امان. فكل حاجة بتطلع لنا من التحكم بتضيع راحتنا النفسية، بتضيع أملنا، بتضيع الفيمينينيتي اللي عندنا، بتضيع ان انت تبقي قاعدة كده وحاطة رجل على رجل وعايزة الحياة هي اللي تكافئك على وجودك، على ان انت ست، لان الست هي عايشة علشان تستقبل. فأول ما تفضلي ان انت تتحكمي في كل حاجة انت بتضيعي عندك مفهوم الاستقبال. وكمان الست اللي بتفضل تتحكم في كل حاجة في حياتها she's not sexy، يعني فاهمة قصدي؟ حاجة مش مثيرة، حاجة مش جذابة ان انتي تبقي ست عايزة بس تتحكمي في اللي حواليكي، تتحكمي في رأي الناس، تتحكمي في ظروفك، تتحكمي في كل حاجة في حياتك. مش حاجة لطيفة ان انتي تكوني عليها، واصلا عكس الطبيعة، ان الطبيعة بتاعتنا مش طبيعة الست اللي تشيسنج. يعني افتكري كده في زمان ملايين السنين الناس لما كانوا عايشين في الكهف، كان الستات بيفضلوا قاعدين في الكهف او في المكان بتاعهم، والراجل
الرجالة بيطلعوا هما دي هانت، هما اللي بيطلعوا يجروا يجيبوا الرزق، وبيطلعوا يجيبوا البراي، بيجيبوا يعني حيوان ياكلوه وهكذا. فالأصل الطبيعة بتاعتنا احنا طبيعة استقبال، اللي هي الست اللي بتقعد والراجل اللي بيجي ويجيب لها كل حاجة. دي طبيعة وسنة الحياة. اوكي، حتى في مفهوم الحمل والولادة الست بتستقبل الحيوان المنوي، بتكونه جواها وهي قاعدة مستريحة على ظهرها 9 شهور، او بتعمل حاجات بسيطة، بيتكون جواها إنسان مخلوق جديد. دي طاقة الأنوثة، دي الطاقة والقوة. This is your power، إن انتي مفروض تفهميه وترجعي له تاني. فلما انتي تبقي مخلوقة علشان تريلاكس وتستقبلي وتمشي في الحياة بطاقتك انتي كأنثى، وتيجي في الحياة تعملي عكس ده، الدنيا عندنا بتتلخبط. فانتي مش هتقدري تعيشي مفهوم الأنوثة، مفهوم طاقة الأنوثة، مفهوم الاستقبال، إلا لما تتخلصي من فكرة التحكم المطلق، ان انت عايزة تتحكمي في كل حاجة حواليكي. وهنا انا عايزة اقول حاجة مهمة. انا عارفة ان هي مش حاجة سهلة، وعارفة ان دي حاجة محتاجة منك مجهود، خاصة في حياتنا دلوقتي، ان احنا كأسرة كعيلة عايزين نشارك بعض. عايزين كست عايزة تشاركي جوزك وتشتغلي، او عايزة يبقى عندك مصدر دخلك، او عايزة يبقى عندك امباكت في الحياة، عايزة تعملي حاجة غير ان انت تستقبلي. فده الكلام اللي انا على طول بسمعه لما بقول للناس ان مفهوم الانوثة هو الاستقبال. فيقولوا لي يعني انت عايزانا نبقى قاعدين منعملش اي حاجة، وعايزين كل حاجة هي تجيلنا وخلاص؟ اكيد لا، ده مش قصدي. انا قصدي ان انت تبقي بتعملي كل حاجة انت عايزة تعمليها، بس في عقلك من جوه، في عقلك الباطن، تبقي مغذية عقلك ان انا بعمل كل حاجة، ولكن انا عارفة الليميت بتاعتي، انا عارفة انا بدي لحد فين، لان انا فالخلاصة لو انت عايزة حياتك تبقى اسهل، لما تفضلي تدي اكتر من اللي انت تقدري عليه، لما تفضلي ورا ابنك علشان يذاكر ويطلع اول واحد في الكليه بتاعته، تفضلي تجري على كل حاجه بره وتتحكمي فيها بمفهوم التحكم، ان انا لازم اخلي الحاجه دي 100% shaped جوه البرواز ده، عايزه الحاجه دي تبقى shaped 100%. ده المفهوم الغلط اللي بيخليكي انت تعاني، واللي بيخليكي تطلعي من طاقة الأنوثة بتاعتك. فاللي انا عايزة اقوله ان انت اعملي كل اللي نفسك فيه، اشتغلي لو عايزة تشتغلي، ساعدي جوزك لو عايزة تساعدي، اخرجي، اعملي كل حاجة انت عايزة تعمليها، ولكن اعرفي حدودك، اعرفي الليميتس بتاعتك، ما تجيش على نفسك زيادة عن اللزوم، لان انت في اللحظة دي بتخرجي من طاقة الأنوثة. في كوت بالانجلش مفهومها بالعربي، عشان في ناس كتير بتتضايق لما بتكلم بالانجلش، وعايزه اقول سوري، بس عشان انا بقالي اكتر من 8 سنين انا مش عايشه في مصر، وشغلي كله بيتكلم بالانجلش، وجوزي كمان بيتكلم بالانجلش. جوزي مش بيتكلم عربي، وبالتالي بنتي كمان مش بتتكلم عربي، لسه بحاول اعلمها. استحملوني معلش على الكلام الانجليش اللي بيطلع مني، لان انا غصب عني ساعات مش بعرف اعبر 100% بالعربي. فالكوت بتقول بما معناه ان انتي او اي حد يكون بيحاول ان هو يتحكم، هو في عقله عايز يحس مشاعر الامان. لكن لو احنا بصينا على سبب التحكم، هنلاقي هو مش التحكم اللي احنا بنجري وراه، احنا بنجري ورا الامان. وده بيوصلك لمفهوم ان انتي ما عندكيش ثقة في نفسك، ما عندكيش حتة التوكل، مش فاهمة انتي ايه كست. فبالتالي بتخرجي من طاقة الأنوثة، وبتخرجي من كونك كست فيمينين، كست عايشة الفيمينين انرجي. فهي زي دايرة صغيرة انتي بتحاولي تتحكمي علشان تخرجي من معاناة معينة، ولكن انتي مش عارفة ومش فاهمة ان المعاناة الحقيقية في ان انتي تحاولي تتحكمي. فكلها مرتبطة ببعض. اول ما هتبطلي ان انتي تتحكمي في كل حاجة في حياتك، هتلاقي ان انتي بطلتي تعاني والدنيا بقت سهلة. وعشان كده عايزة اشارك معاكم قصتي انا مع طاقة الأنوثة، ولما كنت بأوبريت برا الفيمينين انرجي حياتي كانت عاملة ازاي،
ولما دخلت طاقة الأنوثة وفهمت نفسي، حياتي بقت عاملة ازاي. من أكتر من 3 سنين لما جوزي حصل له حالة صحية، دي أثرت عليا قوي. وساعتها أنا كنت بشتغل شغل صعب. كنت ساعات بضطر ان انا اسافر بلد تانية واقعد فيها كم يوم وارجع تاني. ففي الفترة دي كان عندي بنتي كانت لسه صغيرة، عندها كم شهر، ووالدتي كانت بتساعدني، وجوزي بسبب حالته الصحية للأسف هو كان سايب شغله. فأنا في اللحظة اللي حصل فيها كل الحاجات دي في الوقت ده، أنا كنت بعمل كل حاجة من الماسكلين انرجي، كنت بعمل كل حاجة كذكر. تحول من ان انا واحدة ست انثى لواحدة مش عايشة بطاقة الانوثة. بمعنى حاول اشرح لكم ان انا بقى في عقلي انا لازم اشتغل، ولازم ما اسيبش شغلي علشان لازم يبقى عندي سالري ثابت اخر الشهر، ولازم احافظ على المستوى الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه، ولازم افضل عايشة في دبي. في الوقت ده كنت عايشة في دبي، فلازم افضل عايشة في دبي، ولازم افضل شغالة عشان يبقى عندي سالري بتاعي، ولازم ابين للناس ان انا متحكمة في كل حاجة وحياتي متماسكة وكل حاجة تمام. فطول الوقت انا فضلت اتحكم في كل حاجة حواليا، بالرغم من ان الظروف كلها كانت بتقولي انتي محتاجة تسيبي الشغل، ومحتاجة تسيبي البلد دي، ومحتاجة تمارسي حياتك كأنثى، انتي وجوزك تهتمي بالبيت، تهتمي بجوزك وتهتمي ببنتك، وتشوفي الحياة هتاخدك على فين. ولكن انا قعدت 3 سنين بعاند، 3 سنين مش عايشة طاقة الأنوثة بتاعتي، 3 سنين عمالة اتحكم في الحياة وازق فيها بالعافية علشان تبقى افضل مكملة، وعلشان احس الاحساس الوهمي بالامان. من بره كان شكلي اوكي، دي لسه متماسكة وحياتها لسه فيها امان، ولكن انا من جوايا ما كنتش ابدا حاسة بالامان. كنت دايما حاسة ان انا عايزة افضل اجري في الحياة علشان اتحكم اكتر، علشان احس بامان اكتر. وبسبب ان انا كنت عايشة بالمفهوم ده، جالي امراض كتير، بدأت اعاني كتير، جسمي اتأثر، خسيت كتير قوي، شعري كان بيقع كتير قوي، ما كنتش بقدر انام، جالي وجع، ما كنتش باكل اكل صحي، كل حاجة في حياتي كانت متلخبطة، عندي مشاكل في الشغل، عندي مشاكل في البيت، كل حاجة في حياتي كانت متلخبطة بسبب ان انا ما كنتش عايشة مفهوم طاقة الأنوثة. أول ما فهمت طاقة الأنوثة ايه هي، وأول ما فهمت يعني ايه أرجع لنفسي، ويعني ايه أعيش الاستقبال، كل حاجة في حياتي اتغيرت. literally كل حاجة في حياتي اتغيرت، وده اللي أنا بحاول أحكيه على قد ما أقدر. لما تخليت عن مفهوم التحكم ورجعت لنفسي ان انا I just need to flow، يعني محتاجة اسيب نفسي. كنت ماسكة قوي جامد على حياتي، وماسكة قوي على شغلي، وماسكة قوي على بيتي واهلي، وعمالة اتحكم في كل حاجة. فضلت اعاني، كل لما بحاول اتحكم كل ما كنت بعاني اكتر. قررت ان انا هرجع لنفسي، وهرجع لحياتي، وهرجع لي كأنثى، وهسمع كلام ربنا، وهقدر افهم يعني ايه اتوكل، ويعني ايه ابقى انثى واستقبل. اوكي، كل حاجة في الحياة مرتبطة ببعض. فقررت ان انا اسيب شغلي من غير اي بلان، قررت ان انا اسيب البلد، نقلت من البلد وسافرت مع جوزي بلد بتاعته، هو من تركيا وانا حاليا في تركيا، وغيرت كل حياتي. عايزة اقول لكم ان انا من ساعة ما استقلت من شغلي وانا حاسة قد ايه انا خفيفة، حاسة قد ايه انا مرتاحة. لما رجعت لطاقة الأنوثة تاني، كل حاجة في حياتي بقت بتحصل من غير اي مجهود، كل حاجة انا عايزاها بتجيلي من غير ما انا اطلبها، من غير ما انا اتوقعها. اي حاجة ممكن تتخيلوها، لدرجة ان انا بنزل مثلا اروح اي مصلحة حكومية اخلص حاجة، من وسط ناس كتير قاعدة في زحمة، قاعدة مشغولة، بلاقي ناس جاية تساعدني، بلاقي ناس عايزة تتعرف عليا وتكلمني، بلاقي ناس عمالة تقولي فرص شغل، عايزة تاخدني معاها في مشروع، بلاقي ناس بتدعمني،
عايزة اقول ان فرص وسكك كتير اتفتحت بس علشان انا رجعت لنفسي، وعلشان قعدت في الطاقة بتاعتي اللي انا كنت المفروض ابقى عليها من زمان. فاول ما هتبطلي تتحكمي في كل حاجة في حياتك we're gonna let go، وتتوكلي وترجعي لطاقة الاستقبال اللي انا المفروض اكون عليها كواحدة ست، كل حاجة تانية حواليكي هتتصلح وتتحل لوحدها، من غير مجهود، من غير قلق، من غير تعب، لان انتي ببساطة رجعتي لنفسك الطاقة الحقيقية اللي انتي جيتي الحياة هنا عشانها. فالخلاصة، لو انتي عايزة حياتك تبقى اسهل، شكلك يبقى احلى، جسمك يتغير، كل حاجة في الدنيا تجيلك، عايزة تبقي جذابة اكتر، عايزة تعرفي شغفك في الحياة، عايزة عقلك يبقى اوضح، حياتك تبقى اهدى، لازم تبتدي تتخلصي من التحكم وترجعي تاني لطاقة الانوثة. لو استفدتي من الفيديو اتمنى ان انتي تكتبي تحت في الكومنت وتقولي لي انتي في انهي مرحلة دلوقتي، هل انتي دلوقتي عايشة في طاقة الانوثة او انتي بره طاقة الانوثة، وقوليلي كمان ايه الحاجات اللي انتي قررتي ان انتي تبطلي تتحكمي فيها. ولو عجبك الفيديو اتمنى تعملي لايك، ممكن تعملي شير مع صاحبتك اللي بتعاني مع طاقة الانوثة او مش فاهماها، واعملي سبسكرايب وخليكي موجودة علشان انا متأكدة ان انتي هتستفيدي من الفيديوهات الجاية. تقدري كمان تشوفي الفيديوهات اللي قبل كده علشان تستفيدي اكتر.